القديسة بيلاجيا التائبة. في القرن الخامس الميلادي في مدينة إنطاكية كانت بيلاجيا تعرف بجمالها الساحر، وكانت تعيش حياة من المجد الأرضي والشهرة كممثلة وراقصة معروفة. لكن داخل هذا البريق كان قلبها فارغا يصرخ من الداخل، يبحث عن معنى أعمق. في أحد الأيام مرت بيلاجيا بعربتها الفاخرة أمام كنيسة كان الأسقف نونا يعظ فيها. انشغل الحاضرون بجمالها، أما الأسقف فنظر إلى السماء وقال بحرقة: يا رب، هذه النفس ستدان، لكن ماذا عنا نحن إن لم نسعى لخلاصها؟ تأثرت بيلاجيا بتلك الكلمات، وبعد صراع داخلي ذهبت بنفسها إلى الأسقف وطلبت أن تتوب. تكلم معها بكلمات حكيمة عن رحمة الله، ففتحت قلبها وطلبت المعمودية بإيمان حقيقي. في يوم التعميد بكت بيلاجيا بدموع التوبة، وكأنها تولد من جديد. لكن هذا لم يكن نهاية الرحلة، فبعد أن نالت النعمة تخلت عن كل ثروتها وزينتها وبيتها، وغادرت أنطاكية في صمت. ارتدت ثوب راهب واختفت في جبل الزيتون، حيث عاشت بقية حياتها في مغارة صغيرة، تصوم وتصلي وتبكي من أجل خلاص نفسها والعالم كله. لم يعرف أحد أنها كانت امرأة، كانت تدعى الراهب بيلاجيوس، ولم تكتشف هويتها إلا بعد وفاتها، حين وجد الرهبان جسدها الطاهر وعرفوا الحقيقة. هكذا تحولت بيلاجيا من إنسانة ضائعة في ظلام الشهوة إلى شعلة نور في عمق الصحراء. قصته تذكرنا أن لا أحد بعيد عن نعمة الله، وأن التوبة الحقيقية تغير المصير كله. اذكرونا في صلواتكم، منجسو.